بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنتكلم على نوع من أنواع القوة يتمتع بيها الإنسان المسيحي، اسمها قوة الرفض، قوة رفض الشر. رب المجد يسوع في إنجيل متى الإصحاح 4 اتعرض لحاجة اسمها التجربة على الجبل، وعرف إزاي يعلمنا نموذج نرفض بيه كل إغراءات وكل عروض الشيطان. الإنسان القوي يعرف يقول لأ. الإنسان القوي زي يوسف الصديق ممكن يفضل السجن 11 سنة عشان يرفض الخطية. سوسنة العفيفة رفضت إنها تتلوث حتى لو كان الثمن إنها هترجم بالحجارة. نماذج كتيرة قوي. سمعان الخراز رفض ان قلبه يتنجس بالشهوة ونفذ الوصية تنفيذ حرفي، انه خلع عينه. ما بنقولش ان التصرف ده صح، لكن كان مقبول من الله لانه عمل كده بنقاوة قلب وببساطة. يبقى احنا قدام قوة انك تعرف تقول لا حتى لو كنت لوحدك، انت ضد التيار. الحقيقة سمك السلمون يعلمنا انه بيعوم ملايين الكيلومترات في المية ضد التيار عشان عنده هدف يحط البيض بتاعه في منطقة ممكن البيض يفقس فيها، ويوصل مجهد جدا حتى لو ادى الامر ان نص السرب يموت، لكن الحقيقة هو لازم يعمل كده. احنا لازم نقاوم التيار. احنا في زمن صعب قوي، الاغراءات فيه كتيرة والتنازلات فيه كتيرة، لكن انا انسان مسيحي. لسه المسيح مستني مني ان انا اكون ملح للارض، لسه المسيح مستني مني ان انا اكون نور للعالم. وعشان كده الانسان اللي بيعرف يقول لا ده انسان قوي. حتى لو كان في مجاملة من انسان ليه سلطان عليا وطلب ان انا اتنازل عن احد المبادئ، هقول لا، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. القديسين الاقوياء كان عندهم قوة الرفض. قوة الرفض للجسد لما طلب راحة تعبوه اكتر. قوة الرفض لمزاجي اللي بيزن عليا ان انا اقوم اشرب حاجة الصبح عشان افوق، اقول له لا انا هصوم. يبقى قوة الرفض دي بتثبت ان الانسان قوي، يرفض مش الخير، يرفض الشر طبعا. وقتنا خلص بسرعة، نكمل بكرة. صباح الخير.